اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس لينكس للبيجنرز. النهارده ان شاء الله هنقسم محاضرتنا لتو بارتس. بارت 1 هنتكلم فيه على انترودكشن تو باش سكريبت، انما بارت 2 هنتكلم عن variables and conditionals in باش سكريبت. هنبتدي ان شاء الله ببارت 1. خليني في البدايه اقول لك يعني ايه شيل. شيل هو وسيط بين التيرمينال والكيرنل. الكيرنل ده اللي هو النواه، وهو في نفس الوقت قلب الاوبريتنج سيستم بتاعك. ما يقدرش الاوبريتنج سيستم يشتغل من غير كيرنل. تخيل معايا كده، انا فتحت التيرمينال دلوقتي وعملت ليست، فنفذ الامر ده بناء عن ايه؟ بناء عن ان الشيل هو الوسيط بين التيرمينال والكيرنل. راح ترجم الموضوع ده للكيرنل، والكيرنل ادي الامر انه يتنفذ. يعني الشيل من الاخر هو اللي بيترجم لك الكوماندز بتاعتك للكيرنل، عشان هو وسيط زي ما قلنا ما بين التيرمينال والكيرنل. جميل جميل. فهو كده راح للكيرنل وقال له ايه؟ قال له اليوزر عايز يعمل ليست للمحتوى اللي موجود على كالي. فالكيرنل ساعتها فهم وقال له تمام، خليه ينفذ الامر ويشوف المحتوى اللي انت عايز تشوفه. وفي انواع بقى من الشيل زي الزد شيل اللي هو اصلا الديفولت بتاع نظام الكالي لينكس، وفي الباش وفي الار باش. احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الباش سكريبت. خليني اقول لك يعني ايه باش سكريبت. الباش سكريبت هو عباره عن فايل يحتوي على عده كوماندز. يعني ايه يحتوي على عده كوماندز؟ يعني مثلا في فايل حضرتك كاتب جواه عده كوماندز وعايز تنفذهم كلهم بشكل تلقائي. يعني ايه؟ يعني اكنه سكريبت مكتوب وانت بتعمل له رن، وكمان بتقدر تستخدم جواه فور ووايل لوب عادي من البرمجه. طب يعني ايه برضو الكلام اللي انت قلته ده يا باسل؟ يعني حضرتك دلوقتي افترض معايا ان في فايل كتبت فيه جواه كوماندز كتيره جدا. الكوماندز الكتيره جدا دي هترن كلها بشكل تلقائي ورا بعض. يعني مثلا اعمل كذا وبعد كده اعمل كذا وبعد كده اعمل كذا وبعد كده اعمل كذا. طب برضو انا حاسس ان انا مش فاهم قوي الحته دي. طب ايه رايكم نكتب سكريبت بسيط كده عشان الناس تفهم اللي انا بتكلم فيه؟ كلير. هنكتب باش. هفهمكم حاجه بسيطه قبل ما نبتدي نكتب السكريبت البسيط. لو جينا كتبنا ريد اكس، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت بتقول لليوزر ادي قيمه للاكس، اديني قيمه للاكس. انا مثلا هدي قيمه الاكس 2. كده بالنسبه لك الاكس بقت بكام؟ بقت ب 2. يعني انا لو جيت قلت ايكو برنت الفاريبل اكس تديك كام؟ 2. ايوه عشان انت دخلت قيمتها ب 2. انا اللي يهمني من الموضوع ده كله انك تكون فاهم ريد اكس يعني هتدي قيمه للاكس، ايكو اكس اطبع لي قيمه الاكس. جميل جدا. احنا هنعمل سكريبت بسيط مكون من ريد وايكو. يعني احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا بس تكون موضحه فكره الباش سكريبت. كلير سي دي ديسكتوب ام كي دايركتوري. هنعمل دايركتوري نسميه مثلا هيكس. جميل. نخش بقى جوه الدايركتوري هيكس اللي لسه عاملينه، سي دي هيكس. جميل. احنا كده جواه دلوقتي سودو فيم جيسو دوت اس اتش. فهمني بقى بس اللي انت كاتبه ده عشان انا مش فاهم اي حاجه. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل فايل. الفايل ده يكون جواه كوماندس وتران كلها مع بعض، يعني سكريبت فايل زي ما اتفقنا. جميل. هنعمله ازاي؟ احنا ممكن نعمل فايل عادي باستخدام تاتش ونحطه، وبعد كده نخش نكتب فيه السكريبت بتاعنا ونرن. بس احنا هنعمله من خلال التيرمينال. طب هنعمل ده ازاي؟ هنعمل له اديت بالفيم ونعدل فيه ونظبط فيه الدنيا ونخليه سكريبت. جميل جدا. وهنسميه جيسو دوت اس اتش. اشمعنى نوعه دوت اس اتش يا باسل؟ اس اتش دي تعتبر اختصار شيل يعني، فعشان نقدر نميزه عن بقيه الفايلات. جميل. سودو فيم جيسو دوت اس اتش كالي. كده فتح معايا. هنا هنكتب السكريبت اللي احنا عايزين نكتبه. على سبيل المثال احنا قلنا هنعمل سكريبت مكون من ايكو وريد. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا ممكن نقول له اول لما السكريبت يران نقول له ايكو اول نعمل بقى انسيرت الاول اي عشان نقدر نكتب. كده احنا عملنا انسيرت. نكتب بقى ايكو على سبيل المثال، ده السكريبت بتاعنا. ايكو اطبع لي مثلا هلو. حلو. يبقى كده اول لما السكريبت يشتغل اول حاجه هيعملها هيقول لك هلو. طيب وتاني حاجه مثلا ممكن نقول له ريد نيم. يعني ايه؟ يعني بعد ما هيقول لك هلو هيقول لك دخل اسمك، زي ما كنا لسه شايفين من شويه الفرق ما بين ايكو وريد. يعني هو في الاول هيطبع لك هلو كده على السكرين، وبعد كده هيقول لك يلا دخل اسمك علشان اظهره لك. جميل. وبعد كده هقول له ريد تاني السن. بعد ما تدخل اسمك هتدخل برضو سنك. اليوزر هو اللي هيدخل اسمه وسنه، لكن السكريبت في الاول هيوري له هلو. وبعد ما هتخلص وبعد ما هتدخل اسمك وسنك اعمل لي بقى ايكو للفاريبلز دي. ما احنا كنا لسه شايفين ايكو اكس. جميل. ايكو للفاريبلز دي معناها ايه؟ نفس الكلام. يبقى ايكو فاريبل نيم وايكو فاريبل تاني ايج. حلو. بيعمل ايه السكريبت البسيط ده؟ اول حاجه هيوري لك هلو على السكرين، وتاني حاجه هيقول لك دخل اسمك، وتالت حاجه هيقول لك دخل سنك. وبعد ما تدخل اسمك وسنك اصبحوا هما الاثنين فاريبلز، فهيقوم رايح عامل برنت لاسمك اللي انت دخلته وبرنت لسنك اللي انت دخلته على السكرين. تعالوا بقى كده نخرج ونرن السكريبت ونشوف هنعمل ده كده ازاي. جميل. هندوس اي اس سي من الكيبورد
اسكيب يعني كده اللي هو اكزit من الكيبورد عشان نخرج. بعد كده نقطتين فوق بعض ونكتب دبليو كيو كده احنا خارجين. انتر، خرجنا كده خالص. ليست، فعلا الفايل قدامي اهو اتعمل. طب تعالى نعمل له كات ونتاكد اللي احنا كتبناه موجود ولا لا. جيسو دوت اس اتش، فعلا اللي احنا كتبناه السكريبت اهو قدامنا مكتوب. ما تيجي وكده نعمل له رن. احنا بنعمل رن للاس اتش كده، يعني هنعمل دوت سلاش جيسو دوت اس اتش. برميشن دينايد. ليه بقى برميشن دينايد؟ حد فاكر؟ طب ما تيجي نشوف اس لونج ديتيلز. قول لي ليه. بص بقى بيقول لك ايه. بيقول لك ان انت تقدر تعمل ريد ورايت بس، لكن للاسف ما فيش اكسكيوت، مش هتقدر تشغله. فاكرين محاضره البرميشنز كنا اتكلمنا في حته الريد والرايت والاكسكيوت. طب ازاي نديله برميشن الاكسكيوت؟ برميشن الاكسكيوت يبقى سودو تشينج مود. بعد اذنك ممكن تزود لي برميشن الاكسكيوت. حاضر. برميشن الاكسكيوت بوزيتيف اكس، ونكتب اسمه جيسو دوت اس اتش ال اس. فعلا بقى برميشن الاكسكيوت بقى موجود لان لونه اختلف. فاكرين محاضره الالوان؟ احنا كده بنراجع على المحاضرات اللي فاتت. جميل. يعني لو حضرتك مش فاكر اي حاجه ارجع للفيديوهات وذاكرها كويس عشان تبقى فاهم معايا من هنا. يلا بينا نعمل اكسكيوت دوت سلاش جيسو دوت اس اتش. رن معايا فعلا، قال لي هلو. دلوقتي مفيش حاجه تانية ظاهره. ما هو انت دلوقتي اللي عليك الدور دخل اسمك. حاضر، هدخل اسمي اهو. ريد نيم، دخل اسمك. حاضر، دخلت اسمي اهو. انت برضو اللي عليك الدور تاني، دخل سنك 23. وبعد كده عمل لي برنت فعلا لاسمي وسني. جميل جدا. اذا ده كان سكريبت بسيط كده عن الباش سكريبت عشان تكون فهمت معايا الوضع، بس احنا على مدار الحلقات طبعا هنتدرب عليه اكتر ان شاء الله. طيب هنتنقل لتاني جزء معانا النهارده في محاضرتنا وهو variables and conditionals in bash script. يلا بينا نفتح التيرمينال عشان نبتدي شغل. في البدايه لو جيت سالتك قلت لك يعني ايه variables هتقول لي هي حاجه ليها قيم متغيره. يعني ايه قيم متغيره؟ على سبيل المثال مثلا نفترض ان x فاريبل بالنسبه لنا، فهتقول لي والله الاكس دي ليها مكان في الميموري وجوه المكان ده في قيمه الاكس. فعلا معاك حق. تعالى بقى نشوف الكلام ده عملي عشان نفهم الموضوع اكتر. طب تعالوا نشغل الباش. نقول له باش كده احنا شغلنا الباش. على سبيل المثال مثلا هنعرف نيم ونقول له ان هو بيساوي اسم باسل. جميل كده. انا بقول له ان نيم ده فاريبل وهيكون اسمه باسل. حلو. لو جينا نكتب ايكو نيم ودوسنا انتر، ايه ده؟ ما عمليش برنت الباسل، ده عمل لي برنت الكلمه نيم ذات نفسها. ليه بقى؟ لان حضرتك ما قلتش لايكو ان ده فاريبل، انت قلت له ان دي كلمه عادي، فعشان كده اعتبرها كلمه وعملها لك برنت عادي. طب احنا ازاي بنقول له ان هو فاريبل؟ بنكتب ايكو وبنعمل الساين بتاعه الفاريبل ونقول نيم وندوس انتر. فعلا في فرق هنا. لما اعتبر ان هو فاريبل قال لك ان هي بتساوي باسل زي ما احنا معرفناها فوق، انما هنا عمل لك برنت الكلمه نيم ذات نفسها. فاذا في فرق. يبقى احنا بالنسبه لنا الفاريبل بنعرفه بالساين دي. طب لو قلت له ريد نيم بيقول لي دخل قيمه نيم. طيب هدخلها مثلا محمد وادوس انتر. بعد كده اجي اعمل ايكو واعمل فاريبل نيم، طلع لي بقى المره دي محمد، ولو اني فوق كنت معرفها في باسل. طب ايه بقى اللي حصل دلوقتي؟ ما هو حضرتك دخلت لها قيمه جديده بقت محمد، فهو دلوقتي هيفهم اخر قيمه انت اديتها للفاريبل. يعني هو فوق كان باسل وبعد كده انت جيت قلت له لا انا عايزه يكون محمد، فهو كده بقى بالنسبه له البرنت الاوتبوت الاخير محمد، فنيم بقت اخيرا اسمها محمد. طب ده كده كان بالنسبه للفاريبلز. يلا بينا نتنقل لتاني تايتل معانا النهارده وهو الكونديشنالز. الاف كونديشنالز. يعني ايه الاف كونديشنالز؟ ابسط حاجه على اشاره المرور. اشاره المرور مكونه من 3 الوان: احمر، اصفر، اخضر. احمر مش هتقدر تتحرك من مكانك، واخضر هتتحرك، واصفر بيكون انتظار. جميل. ايه علاقته ده باف؟ اف بتنفذ لك حاجه معينه. يعني ايه بتنفذ لك حاجه معينه؟ يعني على نفس فكره اشاره المرور بالظبط. لو كانت الاشاره منوره احمر يبقى هتفضل واقف في مكانك والمهمه بتاعتك مش هتتنفذ، ولو كانت الاشاره منوره اخضر ساعتها هتقدر تتحرك وتمشي. اذا اف بتقدر تعمل لك مقارنه ما بين 3 حاجات عشان تطبق لك مهمه معينه، زي ما هوريك دلوقتي على التيرمينال بشكل مبسط وبشكل عملي عشان تفهم معايا اكتر. مثلا على سبيل المثال هنقول له اف نفتح براكت 5 اكبر من 2 نقفل البراكت سيمي كولوم زن ايكو كوتيشن يس سيمي كولوم 5. قبل ما ندوس انتر تعالى نفهمكم الاول ايه اللي انا كاتبه ده. انا كده دلوقتي بقول له ايه؟ اف 5 جريتر ذان جي تي، معناها جريتر ذان داش جي تي اكبر من 2، ساعتها انت هتبرنت يس. ايكو هتعمل لي برنت. احنا اتعلمنا كل الكوماندز دي بقى، خليك بقى صاحي معايا. جميل.
طيب بنكتب ازاي الاف هنا على الترمينال؟ بنكتبها بالشكل الجميل ده. يعني ايه؟ يعني بكتب اف سبيس، لازم يكون فيه براكت مفتوح ومقفول، والبراكت يكون فيه ما بين وما بين اول حاجه هتكتبها جوه سبيس، سواء من البدايه او من النهايه، وما بينهم هما الاثنين لو هقارن مثلا بجريتر ذان او سمولر ذان يبقى نيجاتيف جي تي او نيجاتيف ال تي. ال تي ليس ذان، جي تي جريتر ذان. اوكي سيمي كولون عشان تنهي اللاين اللي انت عايزه. زين هتعمل ايه بقى لو 5 اكبر من 2؟ هتبرنت يس، وفي الاخر بنحط سيمي كولون، ولازم نكتب فاي في الاند اوف لاين علشان يقدر ينفذ اللي انت عايزه. لازم بننهي بفاي عشان ينفذ اللي انت عايزه. لما ندوس انتر فعلا 5 اكبر من 2، فقدر ان هو يطلع لي يس. طب مثلا if نفس الكوماند بس بدل جريتر ذان نخليها ليس ذان ال تي وندوس انتر، ما طلعليش اي حاجه في الاوتبوت. واخد بالك؟ لان احنا قلنا له ايه؟ قلنا له ايكو يس لو كان الخمسه اكبر من 2، وده اللوجيك، فالخمسه اكبر من الاثنين فبالتالي طلع يس، لكن الخمسه مش اصغر من الاثنين فمش هيطلع اي حاجه. طب مثلا زي ما كانت 5 اكبر من 2 طلع يس، عايزين برضو 5 لما يكون اصغر من 2 يطلع حاجه ايرور مثلا، او يطلع نو، ايا كان هيطلع ايه. هنا بقى ممكن نستخدم else اللي احنا كنا بنستخدمها في البرمجه لو حد هنا درس برمجه قبل كده، والموضوع سهل وبسيط جدا. هنكتب برضو في الكوماند if نفس الكلام عادي جدا لو هي اصغر. طب المره دي بقى هتعمل ايه؟ هنقول له else echo no، نقفل الكوتيشن سيمي كولوم زي ما اتفقنا، ويبقى في سبيس ما بين فاي، وندوس انتر. طلع لي نو عشان 5 مش اصغر من 2، فساعتها طلع لي نو كلير. طب دلوقتي هنعمل سكريبت بسيط باستخدام اف كونديشن. السكريبت هيكون عباره عن لوجن يوزر نيم وباسورد. لو كتبت اليوزر نيم صح والباسورد غلط ساعتها مش هيخش، لو كتبت اليوزر نيم صح والباسورد صح ساعتها هيخش. فهنستخدم اف كونديشن، وتعالوا نشوف هنكتب السكريبت ده ازاي. سي دي ديسكتوب، نعمل دايركتوري ونسميه مثلا جيا، سي دي جيا، تمام، سودو فيم، ونسميه سكريبت دوت شيل كالي. حضرتك هتدوس على اي من الكيبورد عشان تخش الانسيرت وتبتدي تكتب السكريبت بتاعك. حلو. في بدايه اي سكريبت احنا بنبدا بنكتب هاشتاج علامه تعجب بين باش، وده عشان تعرف الشيل انك هتكتب فايل باش. بعد كده هندوس انتر، هنكتب هاشتاج لينا، والهاشتاج ده بيكون الكومنت للبروجرامر، يعني مش هيشتغل معاك في السكريبت ولا في الكود. حلو. احنا قلنا عايزين نكتب سكريبت بيعمل لوجن، يعني بيقول لك انتر يور يوزر نيم وانتر يور باسورد. لو انت كتبت الباسورد غلط ساعتها هيحصل انفاليد، ولو انت كتبت الباسورد صح ساعتها اللوجن هيخش معاك. جميل. هنعمل ده ازاي؟ اول حاجه بتحصل ان هو بيقول لك انتر يور يوزر نيم، يعني معناه ايه؟ هيطلب منك اليوزر نيم، يعني انت هتشوف بعينك على السكرين ان هو بيقول لك دخل اليوزر نيم. حلو. مين اللي بيعمل برنت اليوزر نيم؟ هو ايكو. نكتب بقى هنا مثلا كده ان ده كود، يعني كومنت بالنسبه لنا. بعد كده نبتدي نكتب مثلا من تحت ايكو بدايه السكريبت كوتيشن يوزر نيم. كده انت بتقول له ايه؟ كده انت بتقول له برنت يوزر نيم. حلو. طب انت عايز تكتب بقى عشان هو ظهر لك ان انت تكتب اليوزر نيم، يبقى انت كده هتعمل ايه؟ هتدخل فاليو. فطالما هتدخل فاليو ده انت كده هتكتب كوماند ريد زي ما كنا لسه قايلين من شويه، يبقى هتقول ريد يوزر نيم، هتدخل فاليو بتاعت اليوزر نيم. بعد كده هيطلب منك بعد ما تدخل اليوزر نيم هيطلب منك تدخل الباسورد، يبقى نفس الكلام هنعيده تاني، يبقى ايكو روتيشن باسورد كوتيشن. بعد كده انت هتكتب الباسورد، فده معناه ان انت هتعمل ايه؟ هتدخل فاليو للباسورد، يعني هتبقى ريد باسورد. سكريبت مفيش ابسط منه يعني. بعد كده عايزين نستخدم الاف كونديشن. طب الاف كونديشن كنا بنستخدمها ازاي؟ الاول هندوس انتر، نكتب اف، بنفتح براكت لو فاكرين لسه قايلين من شويه كوتيشن. احنا دلوقتي مين بالنسبه لنا هيكون الفاريبل؟ هو الباسورد، يبقى نقول له فاريبل باسورد كوتيشن ايكوال كوتيشن الباسورد الحقيقي بتاع اليوزر. فلنفترض مثلا ان هو 1 2 3، نقفل الكوتيشن. ده معناه ايه؟ معناه ان الباسورد الفاريبل اللي اليوزر هيدخله هنا فوق لو هو بيساوي 1 2 3 اللي هو الباسورد الحقيقي بتاعه اللي متسجل في الداتابيز، ساعتها الشرط هيتحقق وهيدخله لللوجن. بس لو الباسورد مش بيساوي الباسورد الحقيقي ده ساعتها هيحصل انفاليد باسورد، هيقول له انفاليد باسورد يعني انت دخلت الباسورد غلط. جميل جدا. مين اللي بيعمل لي الموضوع ده؟ اف كونديشن. حلو.
بعد كده نعمل سبيس ونقفل البراكت. زي ما اتفقنا البراكت بتاعنا لازم يكون فيه سبيس ما بينه وما بين اول حاجه هنعملها. بعد كده نعمل سيمي كولوم زين. ايه اللي هيحصل بقى ساعتها كده لو الباسورد الفاريبل بيساوي الباسورد الحقيقي؟ ايكو ويلكم مثلا، يعني ويلكم مثلا، والفاريبل بتاع الايه اليوزر نيم اللي هو كتبه فوق، بحيث ان هو يقول له ويلكم مثلا باسل. زي ما لما نيجي نرن هنشوف دلوقتي سوا ان شاء الله. ونقفل الكوتيشن. else بقى else echo invalid password. والله لو انت كتبت الباسورد غلط ساعتها هيحصل invalid password. وما تنساش احنا بنقفل بمين؟ بفاي. نقفل في اخر اف بفاي. جميل، احنا كده عملنا السكريبت بتاعنا. يلا بينا نعمل رن ليه ونشوف. سكريبت بسيط جدا وسهل، مش محتاج اي حاجه. هنخرج من اي اس سي من الكيبورد، بعد كده نقطتين فوق بعض دبليو كيو ليست. محتاجين الاول نعمل برميشن ليه سودو تشينج مود بلس اكس. اديني برميشن الاكسكيوت. خلاص بقى احنا فهمنا الليله كده. انا خدت برميشن الاكسكيوت خلاص. ليست فعلا خدته. يلا افتح لي السكريبت. بيقول لي دلوقتي بقى اكتب اليوزر نيم. حاضر هكتب باسل. يبقى كده لو انا كتبت الباسورد صح ساعتها هيقول لي ويلكم باسل زي ما اتفقنا. بيقول لي اكتب الباسورد، انا هكتب الباسورد غلط. انفاليد باسورد. طب لو كنت كتبته صح تعالى نعمل رن تاني للسكريبت. باسل 1 2 3. بيقول لي ويلكم باسل عشان انا كتبت الباسورد صح. ودي كانت انترودكشن سريعا كده عن الباش سكريبت، وكان شرح مبسط عن الفاريبلز والاف كونديشنالز. احنا الحمد لله خلصنا كده النهارده، وشكرا ليكم واشوفكم في حلقه تانيه من كورس لينكس للبيجنرز باذن الله.